كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو رح نعمل مع بعض نوع من انواع الحلا المشهورة اللي هي قطايف عصافيري. اول شي تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد مني. هلا خليكم معي حتى نبلش بالمقادير. بيلزمني اول شي كوب من السميد الناعم. تاني شي رح ضيف لون الطحين، راح اضيف لهم تقريبا 3 كوب من الطحين. طبعا الطحين متعدد الاستخدامات. وهلا راح اضيف لهم باقي المكونات. عندي هون الخميرة ملعقة وسط، والسكر ملعقة كبيرة، وعندي ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من بيكنج بودر. وهلا راح بلش اخلط المواد الجافة كلياتهم مع بعض مثل ما لكم شايفين معي. بعد ما خلطتهم مع بعض راح ضيف لهم المي الفاترة تقريبا بما يعادل 4 أكواب إلا ربع. آخر كوب الرابع راح كوب إلا ربع من المي راح ضيف لهم مثل ما لكم شايفين معي. وبعد ما ضفت لهم مي كمان راح بلش هلا اخلطهم كتير منيح. هلا مثل ما لكم شايفين انا عم اخلطهم عادي بدون ما استخدم الخلاط او اي شي تاني، بايدي عم حركهم. بنضل نحرك فيها حتى ما يضل عندنا تكتلات بالعجينة، وبنترك الخليط تقريبا يرتاح بس 10 دقايق، ما نكتر اكتر من هيك ابدا لانه راح يتخمر عنا وقتها راح نتلبك كتير فيها. فالاحسن انه 10 دقايق واكتر من هيك ما لازم نتركها ابدا. بعدين بنجيب القالب او اي مقلاية عنا تيفال وبنستخدمها. بنساويهم على شكل دوائر صغيرة مثل ما لكم شايفين معي. وطبعا لازم ندهن المقلاية كل مرة نساويها بالزبدة مثل ما عم تشوفوا معي، ومنخفف النار تحتهم. اهم شي تكون النار خفيفة حتى هيك يستووا على اقل من مهلهم. شايفين بس تبلش هيك تطلع الفقاعات بتأكد انه العجينة بلشت تستوي عندي هون. وهلأ انا فيني نزلهم مثل ما لكم شايفين معي. لازم نتركهم على خرقة كمان لحتى يبردوا، ما لازم دغري نحطهم فوق بعض ابدا. نتركهم هيك على الخرقة حتى يبردوا تماما. هاي الكمية يعني بتطلع كمية كتير منيحة من هالخليط اللي نحنا عملناه. وطبعا لازم تكون عنا القشطة جاهزة كمان. عندي هون القشطة جاهزة قبل عملتها، او فيكن تشتروها كمان من المحلات جاهزة. وبيلزمني كمان الفستق الحلبي بهذا الشكل مطحون لازم يكون. هلا بنمسك القرص مثل ما لكم شايفين وبنرصه من تحت شوي، ما بنسكره كليا، بنترك مفتوح بهذا الشكل. وبنضيف لهم القشطة اللي نحنا عملناها وبنغطى بالفستق الحلبي بهذا الشكل. بنكرر العملية بهذا الشكل حتى تخلص معنا كل الكمية. وبعد ما خلصت معي كلهم قطايف عصافيري، طبعا اخر شي بنضيف لهم القطر كمان. وقت التقديم بنضيف لهم القطر طبعا. وهيك انا بكون وصلت لنهاية الفيديو. اتمنى انه يكون عجبكم يا رب. لا تنسوا تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد مني، وانطروني بفيديو جديد.